فيلم SGT ستابي An American Hero. كان في كلب صغير عايش حياته ببساطة زي أي كلب، بيلف في الشوارع وبيدور في علب الزبالة عن أي حاجة ياكلها، بس البشر كانوا بيعاملوه وحش، فكان بيعتمد على نظرية انتش واجري. في يوم من الأيام الكلب كان بيدور على أكله كالعادة، وبالصدفة خبط في فصيلة من الجنود الأمريكان وضيع الأكل اللي كان في بقه في وسطهم. الجندي روبرت لاحظ الكلب الجعان، فكان بيرمي له فتافيت بسكوت عشان ياكله، وطبعا الكلب عجبه الموضوع وفضل ماشي وراه. تعالوا بقى نحكي القصة من الأول. في سنة 1917 أمريكا دخلت حرب ضد ألمانيا، واستدعوا شباب كتير للتجنيد، وطبعا فصيلة روبرت كانوا من الشباب دول. في الحقيقة إن الحرب دي كانت الحرب العالمية الأولى اللي فرنسا وبريطانيا واجهوا فيها ألمانيا لمدة 3 سنين، وأمريكا انضمت ليهم بعدها عشان تساعدهم. بنرجع تاني للحاضر وبنشوف إن فصيلة روبرت دخلوا معسكر التدريب بتاعهم، بس الكلب اللي كان ماشي وراه معرفش يدخل من البوابة، فشاف له طريق تاني عشان يوصل لصاحبه، ودخل فعلا من تحت السور. أول ما الكلب دخل المعسكر راح على المطبخ على طول، بس الطباخ طرده وطلع يجري بسرعة وهو خايف. الكلب خبط في روبرت وهو بيجري وكمان وقعه على الأرض، وبدأ يشم في هدومه ويدور على بسكوت ياكله. روبرت كان قلقان إنه يتعاقب بسبب الكلب ده، فحاول يبعده عنه، بس الكلب بدأ يهوهو ولفت انتباه الرقيب كاسبرين اللي أعجب جدا بانضباط الكلب. الرقيب كاسبرين سمح للكلب إنه يقعد في المعسكر، وكمان أمر بصرف أكل ليه، والطباخ اللي طرد الكلب اضطر يقدم له الأكل غصب عنه. وقت الغدا الجندي هان شرودر اتكلم وقال إنه اتفاجئ من رد فعل الرقيب. الغريب إن شرودر كان أصله ألماني، وبالرغم من كده انضم للحرب ضد الألمان. المهم أولسن رد على شرودر وقال له ما تقلقش، كده كده العقيد هيطرد الكلب أول ما يشوفه. وبالليل الكلب دخل خيمة روبرت وكان عايز ينام جنبه على سرير، بس روبرت رفض ونيمه على الأرض. تاني يوم الصبح الجنود قاموا مفزوعين على صوت الرقيب وهو بيصحيهم، وبدأوا التدريبات الشاقة بتاعتهم، والكلب كان معاهم في كل تدريباتهم. مع مرور الوقت كل أفراد الفصيلة ارتبطوا بالكلب، حتى الرقيب حبه وكان بيقول عليه إن لياقته أعلى من لياقة بعض الجنود. علاقة روبرت مع الكلب بدأت تبقى أقوى لدرجة إنه سمح له ينام جنبه على السرير، وكمان سماه ستابي. بس أولسن أحبط روبرت وقال له إن العقيد لو شافه هيمشيه من المعسكر، وعشان روبرت ما ينفصلش عن صاحبه الجديد بدأ يدربه. وفعلا خطة روبرت نجحت، وستابي خطف العقيد من أول يوم وخلاه يحبه بعد ما عمل له التحية العسكرية، لدرجة إنه اعتبره فرد من الفصيلة. العقيد قال للفصيلة إنه هيستلمهم قريب وهينزلوا معاه للجبهة، بس لازم يعدوا في فترة اختبارات الأول. وفعلا الرقيب كاسبرين خد الجنود لأوضة وأمرهم يلبسوا قناع الغازات بتاعهم. الرقيب قفل كل الفتحات اللي في الأوضة وأطلق على الجنود غاز مسيل للدموع وأمرهم يخلعوا القناع. بمجرد استنشاق الغاز الجنود بدأت تكح كتير جدا، والرقيب فتح لهم الباب وخرجهم بره الأوضة وقال لهم إن في الحرب هينضرب عليهم غازات أسوأ من كده، عشان كده لازم قناع الغازات يبقى معاهم دايما. للأسف ستابي ما كانش معاه قناع، ولما الغاز وصل ليه اضطر يغطي مناخيره بإيده عشان ما يشموش. مع مرور الوقت كل اللي كانوا في معسكر التدريب حبوا ستابي، حتى الطباخ اللي كان كارهه، وبقى يقدموا له أكل زيادة كمان. وفي الزيارة التانية للعقيد قال للجنود يجهزوا نفسهم لأنه هياخدهم معاه بكرة، بس قال إن ستابي هيفضل في المعسكر عشان يساعد الجنود المستجدين في التدريبات. روبرت كان حزين جدا على فراق ستابي، وقبل ما يمشي كتب رسالة أخيرة لأخته الكبيرة مارجريت. ستابي ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل، وكل اللي كان فاهمه إن روبرت زعلان. روبرت لبس ستابي طوق حوالين رقبته وربطه في حبل ووداه المطبخ عشان الطباخ يهتم بيه، وفعلا الطباخ وعد روبرت انه هيخلي باله منه، وروبرت مشي بعدها. الطباخ ربط ستابي في المطبخ، بس ستابي قدر يفك الحبل وراح ورا روبرت. ستابي فضل ماشي ورا روبرت عن طريق تتبع ريحته، وركب القطر اللي كان فيه ووصل بعدها لسفينة وركب في الصناديق اللي كانت بتتحمل عليها. لما السفينة اتحركت ستابي خرج من الصناديق وفضل يدور على روبرت، وقدر فعلا انه يلاقي العنبر اللي نايم فيه، وكمان حدد مكان روبرت عن طريق ريحة شراباته. ستابي نط على روبرت وصحى من نومه، وروبرت كان مبسوط جدا لأن صاحبه رجع من تاني، بس برضه كان قلقان إن حد يشوف الكلب على السفينة، فاستعان بأصحابه عشان يخبيه. بس للأسف القائد اكتشف الكلب، ولما الكلب عمل له التحية العسكرية القائد أمر إنه يتعمل له قرص معدني باسمه، واعتبره فرد رئيسي من الفصيلة. لما السفينة وصلت الجنود الأمريكان طلعوا على الجبهة والأول مرة شافوا مرارة الحرب. ستابي كان مفيد جدا بالنسبة للجنود، وأول حاجة عملها إنه طرد الفئران والحشرات من الخنادق. ولما الهجوم بدأ روبرت كان بيحمي صديقه ستابي كان بيقوم بواجبه وكان بيدور على الجنود المصابين واللي الخنادق بتتهد عليهم. لما ميعاد الغدا جه روبرت راح للطباخ عشان يصرف أكل وطلب منه إنه يديله أكل زيادة عشان ستابي، بس الطباخ رفض. وساعتها شرودر اتدخل وقال له إن ستابي يعتبر فرد من فصيلته
روبرت ووراله القرص المعدني اللي في طوقه. في اللحظة دي الطباخ اتعصب على شرودر وقال له مش جندي ألماني اللي هيعرفني شغلي. أولسن اتدخل ودافع عن صاحبه ومسك في خناق الطباخ، بس في رقيب فرنسي اسمه جاستون ظهر في الوقت المناسب وفصل بين الاتنين. جاستون قال للطباخ ان القائد بتاعه امرهم يتعاونوا مع روبرت وزمايله، واثناء استراحة الغداء جاستون قال لروبرت وزمايله انهم هيروحوا في مهمة استطلاع وهياخدوا ستابي معاهم. المجموعة انطلقت في مهمتها وهم في الطريق قابلوا مدينة متدمرة بالكامل بسبب الألمان. المشهد كان محزن جدا، وبالنسبة لروبرت دي كانت أول مرة يشوف الدمار ده كله. المجموعة كملت مشي لساعات لحد ما وصلوا المخيم وقعدوا استريحوا فيه، وتاني يوم الصبح جاستون صحى روبرت من النوم وركبوا هما الاتنين الأحصنة وراحوا عشان يراقبوا الأعداء. جاستون استخدم المنظار بتاعه واكتشف إن الألمان بيجهزوا الهجوم غازي. الاتنين رجعوا جري عشان يبلغوا القوات بالهجوم، وكان في جندي ألماني مستخبي ورا شجرة وكان عايز يقتل روبرت، بس ستابي اتدخل في الوقت المناسب وكعبل روبرت وانقذه من الطلقة، وكملوا جري بعدها ناحية الأحصنة بتاعتهم. للأسف صوت ضرب النار خوف الأحصنة ففكت الحبل اللي كانت مربوطة بيه وهربت من المكان. جاستون وروبرت بقوا محاصرين في المكان ده، وفي نفس الوقت لازم يرجعوا عشان يحذروا القوات من الهجوم. ساعتها روبرت اعتمد على ستابي وقال له يروح يحذر القوات هو، وفعلا الكلب راح للمخيم وحذر كل القوات اللي موجودة هناك ولبسوا كلهم أقنعة الغازات. مش كده وبس، ده راح لقرية قريبة كانت مليانة مدنيين وحذرهم من الهجوم، وفعلا سكان القرية قفلوا عليهم البيوت ولبسوا الأقنعة هم كمان. وفي الوقت المناسب روبرت وجاستون رجعوا من المعركة ودخلوا ستابي حظيرة قريبة وحطوا على وشه قماشة مبلولة عشان تحميه من الغازات. لما الألمان ضربوا الغازات كل الناس كانوا لابسين الأقنعة ومستعدين للهجوم، وبالتالي مفيش حد مات، وده كله بفضل البطل ستابي. وبعد دقايق الهوا رجع صافي من تاني. شجاعة ستابي كانت بتحفز روبرت دايما، ومع مرور الأيام روبرت قرب من جاستون أكتر، وجاستون حكى له إنه متجوز وعنده 3 بنات. جاستون ما شافش عيلته من سنين وده كان شيء محزن جدا، ولما الكلام طال بينهم روبرت حكى له قصته هو كمان. والد روبرت ووالدته ماتوا وهو طفل صغير، واخته مارجريت هي اللي ربته مع اخته الصغيره، وبقى حلم روبرت دلوقتي انه يرجع تاني لبلده ويكون اسره. جاستون وروبرت جالهم اخبار ان في هجوم حصل على الخندق من تاني، وساعتها جريوا هما الاتنين على هناك وخدوا ستابي معاهم. الرقيب قال ان الجندي كليبورن اتصاب في الناحيه التانيه من الجبهه بس ما كانوش عارفين مكانه. في اللحظه دي ستابي بدا يقوم بمهمته ويدور على كليبورن بنفسه، وفعلا اعتمد على حاسه الشم بتاعته وقدر يوصل للجندي المصاب. ستابي فضل يهوهو جنب الجندي، وساعتها الجنود التانيين راحوا على مكانه ونقلوا كليبورن. الشهور بتعدي في الحرب والجنود الامريكان جالهم اوامر بالتحرك لمكان تاني، بس قبل ما يمشوا اهل القريه عملوا لستابي لبس مخصوص ليه كنوع من الشكر على انقاذهم من الغازات، وجاستون اداله هديه خاصه كانت عباره عن قناع غازات مصنوع مخصوص عشانه. لما الجنود وصلوا لموقعهم الجديد الالمان كانوا بيهجموا عليهم بشراسه، بس الجنود كانوا صامدين ومحققين خسائر كبيره ليهم، وستابي كان عامل اللي عليه وزياده وكان بيكشف مكان الالمان للجنود الامريكان. وبعد دقايق الالمان بداوا يرموا قنابل في الخنادق، ولما في واحده اترمت جنب الجنود ستابي خد القنبله معاه ورماها بعيد عنهم عشان يحميهم. الانفجار اتسبب في اصابه ستابي، وروبرت جري على ستابي عشان ينقذه، وشرودر اتصاب هو كمان بجروح كتير. اولسن راح يدور على دكتور لشرودر، وروبرت شال ستابي على دراعه وجري على النقطه الطبيه. الدكتور طلب من روبرت انه يحط ستابي في عربيه الاسعاف، وشرودر وصل هو كمان على نقاله للنقطه الطبيه ودخل الاسعاف مع ستابي، والاتنين اتنقلوا مع بعض للمستشفى. بعد رحيل ستابي وشرودر الوضع بقى أسوأ والحرب بقت أشرس، وكمان الدنيا كانت بتمطر باستمرار، ونتيجة لكثرة المطر المنطقة اتحولت لمستنقع كبير. وفي الفترة العصيبة دي الجيشين ما عملوش هدنة لوقف إطلاق النار. روبرت كان ضايع بدون ستابي وما كانش يعرف أي حاجة عنه، كل اللي كان في ايده انه يدعي برجوع ستابي بالسلامه. بعد اسابيع الالمان كسبوا ارض اكبر وتقدموا ناحيه باريس، بس الجنود الفرنسيين والامريكان كانوا واقفين قصادهم بثبات ومنعوهم انهم يدخلوها. مع الوقت جاستون وروبرت قربوا اكتر من بعض، بس للاسف الحال ما بيدومش. الاوامر جت لجاستون انه يرجع تاني للقاعده، فودع روبرت وانطلق هو في رحله الرجوع. ومع وداع جاستون روبرت حس بالوحده اكتر. بعد فتره الجنود الفرنسيين والامريكان استعادوا ارضهم من تاني، والالمان اتراجعوا كام كيلو لورا. وفي يوم من الايام كان في غاره على الفرنسيين والامريكان، وروبرت كان بيكتب رساله لاخته مارجريت بيطمنها على احواله. روبرت كان بيقول لاخته في الرساله انه في احسن حال وانه بياكل كويس وبيغسل سنانه قبل ما ينام. عدى شهر على فراق ستابي، وروبرت كان بيدعي لصاحبه كل يوم انه يرجع له بالسلامه. وفي الناحيه التانيه شرودر صحي في المستشفى على ستابي وهو بيركب فوقه. ستابي حاله بقى احسن بكتير بس كان بيعاني من اصابه صغيره في رجله. ستابي بدا يفتقد روبرت وزهق من قعده المستشفى فهرب من هناك وراح لصاحبه. ستابي فضل ماشي المسافه طويله وكان حاسس بالجوع، وفجاه شم ريحه اكل. ستابي قرب من الاكل واتسحب من ورا الجنود الالمان وخطف الاكل بتاعهم وهرب. في نفس الوقت أولسن لاحظ ان روبرت تعبان جدا، حرارته كانت عاليه وكان بيكح كتير، فخدوا على النقطه الطبيه وعرضوا على الدكتور اللي هناك.
الدكتور كشف على روبرت وقال إنه لازم يتحجز في النقطة الطبية ويتم متابعته أول بأول وياخد العلاج اللازم. سنة 1918 الإنفلونزا انتشرت في العالم كله وقتلت الملايين من البشر. روبرت كان واحد من اللي اتصابوا بالمرض ده، ومع الوقت بدأ يضعف وما كانش عنده قوة يواجه بيها المرض. بننتقل بعدها لستابي وبنشوفه هو تعبان جدا ومش قادر يكمل الطريق، لدرجة إنه بيقع على الأرض، بس بعد ما بيرتاح شوية بيجمع قوته من تاني وبيكمل طريقه ناحية صديقه روبرت. وفي نص الليل أولسن لاحظ إن الزرع اللي حواليهم بيتحرك، فمسك البندقية بتاعته ووجهها ناحية الزرع لأنه توقع إن في جندي ألماني داخل عليهم. بس المفاجأة إن ستابي هو اللي خرج من الزرع. الكلب الشجاع نجح إنه يوصل لصاحبه بالرغم من كل الصعوبات، ووجوده جنب روبرت شجعه عشان يتغلب على المرض. وفعلا روبرت بيتحسن مع الوقت وبيقوم من المرض بعد صراع طويل معاه. بعد 6 شهور من القتال الجنود الامريكان خدوا اجازه يزوروا فيها باريس، واول ما وصلوا للمدينه شرودر واولسن راحوا يتعرفوا على بناتها الحلوين. اما بالنسبه لروبرت فخد ستابي وراحوا يعملوا جاكوزي عشان ينسوا الايام السوداء اللي عدت عليهم. في الاول الفرنسيين ما كانوش بيحبوا الامريكان، بس بعد ما ساعدوهم في الحرب بقوا يقدروهم ويحترموهم. الصحاب انطلقوا في رحله سياحيه عشان يستكشفوا البلد، وكمان خدوا صور جميله في كل مكان. في سبتمبر 1918 تم الاعلان عن انتهاء الحرب والجيش الألماني بدأ في الانسحاب، بس الجنود كانوا لسه في مواقعهم زي ما هم. ستابي كان عنده حاسة شم خارقة، والحاسة دي ساعدته إنه يكتشف جاسوس ألماني في وسط الأمريكان. الجاسوس كان عايز يقتل ستابي، بس روبرت وأصحابه ظهروا في الوقت المناسب وقبضوا على الجاسوس. بعد الشجاعة اللي أظهرها روبرت وستابي في الحرب تم اعتبار ستابي فرد حقيقي من الجيش الأمريكي، وتم ترقيته لدرجة رقيب فخري. مش كده وبس، ده روبرت هو كمان اترقى لدرجة عريف وبقى هو المسؤول عن الفصيلة. جاستون عمل لروبرت مفاجأة وجاله عشان يهنيه على الترقية. وجوده أسعد روبرت جدا. بعد أيام واحد من الجنود جه وبشر زمايله إن الحرب انتهت فعليا، وإن الألمان وقعوا اتفاقية لوقف إطلاق النار، بس المعاهدة دي مش هتتفعل إلا بكرة. عشان كده الطرفين يعتبروا في حالة حرب حتى ميعاد توقيع المعاهدة، وبالتالي لازم يفضلوا في مواقعهم. بعد العصر الجنود اتجمعوا مع بعض تحت شجرة وبدأوا يحكوا عن أحلامهم لما يرجعوا وطنهم. أولسن قال إنه هيتجوز، وجاستون قال إنه هيرجع بيته ويشبع من زوجته وبناته. في يوم 11 نوفمبر الجيشين رجعوا يضربوا في بعض من تاني، بالرغم ان الجنود ما كانوش عارفين ايه سبب القتال، بس الاوامر كانت بتجبرهم على كده. للاسف في كتير من الجنود ماتوا في المعركه دي واحلامهم ماتت معاهم. وفي وسط المعركه روبرت وستابي لاحظوا ان جاستون محاصر، فجريوا عليه عشان ينقذوه. بس في اللحظه دي في انذار ضرب بيعلن نهايه الحرب اخيرا. بعد انتهاء الحرب ستابي لقى خوذه أولسن واداها لروبرت، ولما روبرت فحصها لقى ان فيها ثقب رصاصه، وده معناه ان أولسن مات برصاصه في دماغه. الكل كانوا زعلانين على موت صاحبهم، بس في نفس الوقت كانوا مرتاحين لان الحرب انتهت ومش هيفقدوا حد تاني ولا هيرجعوا للايام المشؤومه دي. ومع نهايه اليوم جاستون ودع اصحابه الامريكان اللي هيرجعوا بلدهم. وفي اخر الفيلم بنشوف ان الجنود الامريكان رجعوا بلدهم من تاني، والناس استقبلوهم استقبال الابطال، والصحف كلها كتبت عن الرقيب ستابي وشجاعته الاستثنائيه. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو حابين النوع ده من افلام عرفوني في التعليقات عشان تتابعوا كل الجديد. سلام يا صديقي.